اليوم جبت لكم كيكة 7 ملاعق ولا كيما نسميها انا سلاكة الحاصلين. سلاكة الحاصلين فيها 3 حبات بيض وفيها 7 مغارف كبار من السكر والحليب والفرينة والزيت. غادي نروحو حبة حبة ونشوفو مع بعض طريقة التحضير تاع الكيكة تاعنا. الملعقة اللي نستعملها المغرف الكبيرة، مغرف كبيرة تاع الاكل هي اللي نستعملها. 3 حبات بيض تكونوا خرجتوهم من قبل من الفريجيدان، ياخذوا حرارة درجة الحرارة تاع الغرفة. اليوم راني شويه نخلط في الهضره، ما على باليش كاع مالي معليش استحملوني شويه. الفرينه تاني 7 مغارف ولافاني بيان سور وقرصه تاع ملح. هنايا تنطولي مليح غادي نقول لكم. هنايا درتها الكيكه تاعي يعني البسكويت تاعي ولا الجينواز تاعي درته فاني، ولكن لا بغيتي ديريه بالكاكاو غادي تنقصي لي 2 مغارف تاع فرينه وتضيفي في مكانهم 2 مغارف كاكاو. يعني عوض ما ديري 7 مغارف تاع فرينه ديري 5 مغارف فرينه و2 مغارف كاكاو. انا درت 3 حبات بيض مع قرصه ملح ولافاني، ودرت 7 مغارف كبار تاع السكر العادي، ونخلطهم حتى نحسو هذاك السكر راه داب، وتخلط مليح مع واللي تبغي تخلط تاني بالباتور دير الباتور. انا ما نكترش عليكم الحس درت بالفوي. وهنا نضيف 7 ملاعق زيت. المغرف نأكد لكم المغرف ماشي الصغيره تاع القهوه، المغرف الكبيره تاع الماكله هي اللي نعبروا بها كاع لي زانغريديون المقادير تاعنا. هنا بعد ما ضفت الزيت تاني نخلطو مليح. كل ما نضيفو حاجه نخلطو غايه الغايه حتى ينسجموا هذوك ولا نقولوا كيما نقولوا المكونات يدخلوا في بعضهم. وهنا تاني درت 7 مغارف حليب. هاد الكيكه بزاف سهله وما تديش وقت بزاف. انا على سميتها سلاكه الحاصلين، يعني يكونوا جايينك ضياف على غفليه ولا عندك شي حاجه هكا على غفليه ولا ما صبتيش زعما تحضري ولا هذه بالخف، يعني ما غاديش تاخذ لك بزاف وقت. نص ساعه توجدي فيها البسكويت تاعك، طيبيه من يكون يطيب ديري الشونتيي تاعك دوك تشوفوا معايا. وتزيين بسيط جدا بسيط، واللي عندك في الدار زيني به. حتى ولو كان ما عندك شونتيي ما ديري لهاش هكا تنتكل وشابه تجي جينواز خفيفه. هنا درت الفرينه درتها على 2 دفوعات، درت الفرينه ودرت وحده فرفاره، وعاود زدت الكميه تاع الفرينه تاعي. الفرفاره كاين اللي ما يفهمهاش هي خميره كيميائيه. يجي الخليط تاعنا هكا خفيف. نروح نوجد البلا تاعي اللي كنت حضرته عفوا مسبقا، درت له بابي كويسون. واللي ما عندهاش ورق الطهي دير الزيت وترش بالفرينه، ترش الفرينه يعني غير باش ما يلصقلهاش وصاي. هاد المول هذا يكون 30×20 30×20. واللي بغيتيها شويه هابطه شويه رقيقه ما تطلعش بزاف ديريها في المول يكون شويه واسع ولا. نهودو كلشي نهبطوه. نسكدو كامل الاطراف باش ما تجيش الكيكه تاعنا عوجه ولا.
كامل الاطراف. وك هذا الورق الطهي باش سقته ناغشني باش درته في داك المول. دخلت انا الكيكه هنا تاعي طيب. وهنا شوفوا ما تقعدوش تضحكوا، راني جايبت لكم غراف. هاد الغراف علاش؟ هنا غادي نطلعوا الشونتيي، وعمركم ما طلعوا الشونتيي في حاجه تكون محلوله. غادي تقعدوا غير تضربوا وتضربوا وتضربوا وتعاودوا باش تطلع لكم، عكس من ديريها في حاجه مبلعه بالخوف تطلع لك. هنايا درت فوق النص بشويه شونتيي، وهنا درت خليط بين الحليب والماء باش تجي الشونتيي تاعي خفيفه ما تجيش ثقيله، حوالي كاس هكا. لكن كيما نعرفوا الكاس تاع الشونتيي قابله 2 كيسان حليب ولا العكس. واللي تبغيها ثقيله 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 بزاف دير كاس تاع الشونتيي مع نص كاس حليب ولا نص كاس ماء المتواجد عندك. شوفي وما يساعدني نقضب من اليد ونقعد نضرب فيه نخلط، يعني الشونتيي في الساعه تطلع، ما تاخذليش بزاف وقت كاع، ما تاخذليش الوقت بتاتا. ها هي الشونتيي تاعي نغطيها. كي تكون هكا حاجه تاع بلاع وكاع ديريها في الكونجيلاتور، ما تخميش كما نقولوا الحيه اللي طلع خدمتي فيها ديري لها داك البلاع تاعها وصاي. هنا جيبي لابوشادو الا كانت عندك. انا هنا درت هذه الطريقه اللي مبتدئات ولا اللي ما تعرفش كيفاش تقضب بوشادوي وتعمر شونتيي دي فوا هكا تدفق لنا منه من. نعطيك هذه الطريقه، ديري في كاس ولا في اي حاجه هكا تكون هنا. عفوا على بالكم زياد، فكرت نسيت لابوش لادوي تاعي باش نخدم بيها. واللي ما عندهاش لادوي ولا لابوش عفوا لابوش ادوي نورمال دير يا ودي لو كان تصيب كاع مغرف ودير بيها المغرف اللي بديتي بيها 7 ملاعق كملي بيها، ديري فوق الكيك تاعك نورمال. مش تقوليش لا ما عنديش هذه لا ما نخدمهاش، لا ديري عادي. قلت لكم ما تاخذش بزاف وقت بالخوف تتحضر. نعمر الشونتي تاعي في لابوش ادوي كيما شوفوا تبعوا الطريقه تجيكم ساهله. لا قلت لكم اليوم ما رانيش كاع نيشان ولا اللي موالفه تخدم كيما حالتي ديرها هكا عادي بلا كاس بلا غرف بلا عليك فنجان بلا عليك والو، تقط بها باليد تاعك باليد تجيكم ساهله ميم كي تبدوها وكل وحده كيما نقولوا ما تسقوش كاع الدنيا. انا نعطيكم الحلول ونعطيكم الطريقه وانتم خيروا اللي بغيتو واللي يساعدكم ديروه. بعد ما عمرت لابوشادوي تاعي غادي نزيد ندخلها للكونجيلاتور تبرد في المجمد، ندخلها المجمد تبرد. هذه الطريقه راح تخليك كما نقولوا تخرجي الهواء من لابوشادوي باش من بعد كي تكوني تخدمي ما تقعدش تقطع لك لاكريم ولا كاش ديكور تبغي ديريه ولا حاجه ما يقعدش يتقطع لك. هنا بعد ما خرجت البسكويت تاعي شوفوا كي راه طايب راهي شهي وصدقوني هكا بلا شونتي بلا والو وجا بنين 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 بزاف. شوفوا غادي نحاولوا باش نقلعوه صح من البلاط نوخروه ونحاولوا نديروا شتو كي بلاصه وين تكون عوجه ولا تكون جهه طالعه وجهه هابطه، نحاولوا نديروا السطح متساوي باش تجيكم الفينيسيون شابه. هاد البابي كويسون على قلت لكم ديروا بابي كويسون ولا شروه يساعد بزاف 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 يساعد في الخدمه. نقلعوا كاع الزوائد كما راكم تشوفوا.
هنا من بعد ما قلعت الزوائد اللي كانوا من الفوقه وخليتها تبرد تماما، جبت هنا شوفوا الطريقه تاعي. اللي بغات دير كيفي دير، اللي ما بغاتش دير الطريقه القديمه اللي هي تخدمي سيرو في الدار، اللي هو عبر السكر مع زوج عبار يعني ماء ونصف دائره او كما نقولوا طرونش تاع ليم، تخليهم يغلوا غايه حتى يبردوا باش تقي الكيكه تاعك، ولا الكيكه تكون حاميه والشربات يكونوا باردين، ولا العكس. انا هنايا قلت لكم كنت مقلقه شويه، درت شريت فيتا جو ولا جو اللي يكون متوفر عندك في الدار، ديريه تسقي به الكيكه تاعك عوض ما ديري السيرو. انا رجعت الكيكه تاعي في المول باش تساعدني وسقيت بها. هنايا كاس كفاني سقيت كاع الجينواز تاعي. هي نورمالمون هذه ماشي جينواز، الجينواز تجي كيما نقولوا تجي غير سكر وبيض وفرينه. كاش نهار باذن الله نديرها لكم وتشوفوا الطريقه معايا. هذه يعني كيكه، يعني بسكوي، تجي خفيفه خفيفه بزاف ما شاء الله، يعني حاجه روعه. هذه كانت واحد الاخت كلاتها عندي وطلبتها مني الوصفه، قلت علاش ما نديرهاش ونبارطاجيها مع خواتاتي وان شاء الله نجربوها. هنا ما بعد ما بردت الكيكه تاعي والشونتيي تاني، وجبت شويه كان عندي كاوكاو مطحون هنايا للتزيين. فوالا قعدت ندير في الشونتيي على قلت لكم لابوش ادوي تساعدكم شويه، واللي ماشي متوفره عندها تاني معليش ديري طبقه خفيفه من الشونتيي ومشيها كاع على السطح. انا اختاريت هذا التزيين البسيط، وكل وحده ومقدورها، كل وحده وش تبغي دير. هي ما تبدليش غير الوصفه تاع البسكوي تاع الكيك وانتيا، لكن اختيار واش بغيتي تزيني واش بغيتي ديري. قلت لكم تقدروا تخلوها هكا سامبل، ما ديروا لا شونتي لا والو، قد ديري شويه شوكولا من الفوق، بصح هي من الاحسن زعما الطريقه الصحيحه كيما راني عطيتها لكم. نكملوا كاع البلاط تاعنا، والبلايص الفارغين تاني نولي ندير فيهم، ما نخلوش بلاصه فارغه هكا ولا يبان منها البسكوي. كاع البلايص اللي يكونوا فارغين ولا ما درناش فيهم نروح نديرو فيهم. هنا من تكملي كاع الشونتي تاعك ديريها كاع في فوق الكيك تاعك، ديريها لاختي تبرد، لازم تبرد شويه باش تساعدك من تكوني تقطعي فيها الشونتي ما تهبطلكش. فوالا الشونتي كاع كملتها ما خليتش فتياطه. وهنايا نجيبو قلت لكم شويه كاوكاو ونرشوه من الفوقه، ولا عندك لي زاموند ايفيلي ولا عندك شوكولا ترابيها من الفوقه ولا ديكوري بها من الفوق، لك الاختيار. تزيين حسب الذوق حسب المتواجد عندك ديري. الكيكه تاعي بعد ما بردت ما خليتهاش تبرد تماما يعني الشونتي ما خليتهاش تقدر بروحها غايه الغايه. نقلع الحواشي باش تجي الخدمه تاعي شابه ومقيه والكيك تاعي يبان بروبر. نقلعوا الزوائد كامل في ربعه نقلعوهم. بيان سور هادو ما غاديش ينقاسوا، غادي تاكلوهم ولا تعطيهم للصغار ولا مكاش الضياعه. شوفوا كل كان شو الصورة راهي تتحدث عن نفسها. جات خفيفة بزاف يعني تذوب في الفم.
وما تقهمش تاني. كاين دي فوا لي طارت ولا كاين يجو مشربين بزاف يقهموا متنجميش تاكليهم. كاين فوالا هذه هي. ان شاء الله نتمنى باش تجربوها وتعطوني رايكم فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.